سلام مشاهدين ديالنا، نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم غير واحد العراضه، ماشي روتين ولا ميني روتين، واحد العراضه بسيطه وخفيفه ظريفه درناها غير لعمي ووليداتو جاو تعشاو معنا البارح، وقلت نشارك معكم. درت لهم جوج عمامي ووليداتهم زعما وعيالاتهم. المهم زعما درنا داكشي عادي حيت ماشي برانيين علينا، غير ساكنين غير حدانا هنايا، وغادي نوريكم شنو درت لهم. المهم هانتوما معايا ما تمشيو فين. هنايا اول حاجه خديت هنا تقريبا شي 5 كيلو ديال اللحم ديال الخروف، هو اللي غادي ندير. وهنايا بديت كنشرملو في اناء ولا في بانيو. حطيت هنايا سكينجبير تقريبا معلقه كبيره، ومعلقه كبيره ديال هذا نسيت لي سميتو، عذرا راني دايخه. الزعفران، ماشي الزعفران سميتو، انما داك الخرقوم. وهنايا درت غير شي شويه ديال الابزار، ما تبقاوش تكثروا الابزار، انا ما كنكثروش حيت هو اصلا ماشي صحي، وراكم عارفين كينقص الشوف وهذا كيجي اصلا حار. ودرت شويه ديال الملحه وواحد الطامه ديال كنور ديال الزعفران. وهنايا حكيت تقريبا واحد 4 ديال الفصوص ديال الثومه. هادشي اللي غادي ندير. صافي غادي نحكوهم هكذا. ولا عندكم ديك القطعه الاخرى قطعوها، انا هذيك تهرست ليا ما لقيتهاش، صافي ما عاودتش خديتها. هذه واخا كتعذب شويه. صافي هنايا هادشي اللي كندير. وكندير الماء. الزيت ما تبقاوش ديروها، انا الزيت ما كنديرهاش كاع في اللحم لا البقري لا الغنمي، ما كنستعملش الزيت نهائيا. صافي هنايا درت الماء وبديت كنشرمل بشويه بشويه حتى غادي نسالي هاد الكميه هادي. هنايا تقريبا راه غادي ندير هاد الكميه وغادي نعاود ندير كميه اخرى. صافي غادي نستمر بنفس العمليه ونوري لكم شنو غادي ندير اخر. هنا بعد ما غادي نشرمل الجزء الاول غادي ناخذ واحد البصله. انا هنا استعملت جوج. المهم غادي ناخذ واحد البصله دابا وغادي نشلضها بهذه الطريقه هذه باش كتجيني المرقه زوينه وخاتره. صافي انا ما عاودتش درتها في الاول، درت جوج بصلات صافي ما عاودتهاش، وجاتني المرقه زوينه صراحه كلاوها عجباتهم. صافي هنايا بديت كنشلض هذه البصله هذه وغادي نخوطها معاها ونديرها في الكوكوط. هنا غادي ناخذ الكوكوط الكبيره هذه، راه كبيره غير كتبان هنايا في الصوره صغيره. غادي ناخذ هاد الكوكوط وغادي نعمرها. هنايا فاش غادي نطيبها، هنا راه بديت بكري تقريبا راه جوج ديال العشيه هذه. بديت بكري حيت معروني نعشى خفله ما يطيبش اللحم، ولكن صغير كيطيب في ساعه، يعني كاع ما خدا ليا ساعه. صافي هنايا بديت كنعمرها. وبقى لي واحد الجزء اخر مازال ما مشرمل حيت كثرت تقريبا كما قلت لكم، درت شي 5 كيلو. هنايا عاوتاني خديت بديت كنشرمل داك الجزء الاخر. صافي درت ليه نفس المقادير، درت ليه سكينجبير، كامون، الابزار غير شي شويه، والملحه صافي، والماء، وبديت كنشرملو وكملت وعمرت به الكوكوط. صافي هادشي اللي درت. المهم هانتوما معايا، راه اي حاجه درتها غادي تشوفوها. هنا راه الكوكوط عمرات، عرفتي ما لقيت فين نزيد. حتى كنقول ما غاديش تسد، ولكن تسدات ودغياطه بصراحه، زعما ما حشمنيش. صافي هنايا داكشي اللي شاط درتو من الفوق ديك البصله. وهنايا الربيع ما درتوش، كان عندي غير الربيع مقطع وما تيجيش زوين صراحه. ما كنصحكمش ديروا ربيع مقطع حيت كتجي المرقه خايبه، تيجي فيها واحد الديكور ما زوينش. من الاحسن ديروها هبطه. انا ما لقيتوش وما درتوش، ولكن جات زوينه بصراحه، درت غير الثومه. صافي هنايا راه بدا كيطيب اللحم، عرفتو دغياطه بصراحه ما حشمنيش. وبالنسبه للوجبه الثانيه درت لهم الصفه، حيت الصفه كيحماقوا عليها. الصفه بالسكر كتعجبهم فين ما جاو تغداو عندنا ولا تعشاو درتها لهم كتعجبهم. صافي هنايا درت الصفه طيبتها عادي حتى نوريكم الشكل النهائي ديالو. هنا خليت داكشي كيطيب وجيت هنايا في الصينيه.
والكيسان ودوك الحلويات اللي درت. وهنايا فاش غادي نجلسو هاد البيت، فاش غنجلسو الصالون ماشي البيت. المهم هنايا درت واحد المرافقات بساط ديال اللي غنحط مع اللحم. صافي هنايا درت شويه الزيتون بالخضره، ودرت ديك التكتوكه كتعجبهم حتى هي، ودرت هاد الشلاضه. واخا صراحه هاد الشيء ما كلاوش بزاف وما عجبهم غير اللحم، حيت طيب مزيان وجات التغميره زوينه. صافي ما ركزوش كاع على هادشي غير بقى. صافي هادشي اللي درت كما قلت لكم الزيتون وهذه ديال الخيار ومطيشه، ما درتلهاش البصله. صافي ودرت التكتوكه. هنايا حتى التكتوكه راه طيبتها تقريبا مع 3 د العشيه تقريبا، قبل ما يود العصر. صافي ساليت كلشي. صافي هنايا بديت كنقاد وستفت، جبت المعالق وجبت، راكم عارفين ديك الجوينه ديال فاش كيجي عندك شي واحد خصك تجيب ليه كلشي. المهم هادشي اللي كاين. هنايا صافي جاو تقريبا هنايا 10 ديال الليل. صافي درت الغدا كيسخن وبديت كنحط. راه ما وريت لكمش المهم بزاف ديال لي زيطاب، حيت كنت كنتسخر وكنجي ونجري وهذا. صافي ما راكم عارفين ما بقيت كندير نصور. صافي هنايا درت، هذه هي المرقه اللي درت، جات زوينه بزاف. قالوا لي جات غزاله، ما شهيتكم فيها. واخا دابا راه كلشي عنده اللحم حتى واحد ما غادي يتشهى اللحم. صافي هنايا ودرتو بالبرقوق. وبالنسبه للديسير درت الدلاح ودرت المناضه. المناضه حتى هي ما صورتها لكمش كما قلت لكم، راه ما كانش عندي الوقت، حتى كنت مضغوطه كنجري منا ونجري منا. صافي وهنايا ديك الصفه حتى هي. وهكذا دازت العراضه ديالنا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ونتمنى هاد ميني عراضه تعجبكم واخا ماشي شي حاجه. وبسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.